السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. وحشتوني جدا والله العظيم. نفسي ان انا يعني افضل معاكم كده واصور على طول روتينات ويوميات وكده. ان شاء الله ادعولي وشجعوني. لايكات كده وتعليقات حلوة عشان انا اقدر استمر. بصور بالعافية. عايزة اقول لكم انا مبقتش عارفة احط التليفون ازاي، نسيت زوايا التصوير، نسيت احط التليفون ازاي، نسيت كل حاجة. حاسة ان انا بادئة القناة دي من يعني النهاردة، لسه بادئاها النهاردة. المهم، هبدأ معاكم ان شاء الله روتين النهاردة. انا اليوم النهاردة ضاع كله في عمايل الاكل بس، وهقول لكم ليه. يعني انا عايزة اكلمكم في موضوع كده. آه انا كنت ناوية اليوم ده ان انا ان شاء الله، يعني كنت ناوية والنية لله ان انا اعمل لكم روتين. هصور. انا كده كده كنتش موجودة في البيت بقالي كام يوم يعني. وجيت قاعدة بقالي يومين مش عارفة ان انا يعني ايه، مش عايزة اعمل حاجة في الشقة. اقول ايه؟ ترويقة، غيابي عن البيت وترويقة العيد بالمرة اعملها روتينات معاكم في القناة. ف فكل يوم اليوم بيطير يعني مع الولاد والدنيا وكده، وانتوا عارفين بقى التوأم غير اخوهم فمجننني، ما بعرفش ان انا اعمل منهم اي حاجة. بيسرقوا اليوم كله، يعني بياخدوا اليوم كله من اوله لاخره. مش عارفة اعمل اي حاجة منهم. المهم ايه، كنت ناوية والنية لله النهاردة ان انا هعمل الروتين، ابدأ روتينات معاكم. فالحمد لله الروتين انتهى على عميل الاكل بس. ليه بقى؟ هنا نيجي للموضوع اللي انا عايزاكم فيه بقى. انا النهاردة هعمل بط ومحشي. تمام. انا عندي بط يعني محشي، ومحشي يعني بط، وخصوصا محشي كروم. طلعت البطايه من الفريزر. هو انا كده كده عارفه ان البط يعني ايه، محتاج تنظيف، مع انه متنضف. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. ليه يا جماعه ما عندناش ضمير؟ ليه مش كل واحد بيبدأ بنفسه كده ويخلي عنده ضمير؟ بصوا، انا الطيور عموما ما بحبش ان انا اشتريها من بره خالص. عندي فوبيا كده، ايه، هرمونات وبتاع وحاجات كده. فعندي فرصة ان انا اربي في البيت، ليه ما اربيش؟ فبحب ايه اربي الطيور في البيت وناكل حاجة معروف واكلة ايه، واخدة ايه، مش واخدة ادوية، مش محقونة كده، نضيفة. فانا ده اعتقاد عندي. تمام. فعندي مشكلة واحدة بس، مشكلة تنظيف الطيور بعد ما بتخلص الدورة بتاعتها يعني مثلا عملت دورة فراخ بيضة. جوزي بياخدها كلها يوديها عند الفرارجي ينضفها. تمام. ويجيبها لي بقى ايه، يعني اللي انا مثلا عايزه اشيل البانيه لوحده ماشي، عايزه اشيل الاوراق لوحدها ماشي، كبد والقوانص لوحدها ماشي كده يعني. الفراخ البيضة ما عنديش مشكلة فيها، يعني غالبا اغلب الوقت بتيجي نضيفة، يعني بتيجي حلوة وكويسة. يا دوبك ايه يعني كأني مشتريها من بره، بغسلها غسلة عادية وبطبخها على طول. ليه بقى البط؟ يعني كل ما اعمل دورة بط تكرهني في تربية البط وفي اكل البط اصلا. يعني انا عملت دورة بط آه مولر. ففي البط فيه ريش اسود كتير. البطية السودا جايالي سودا. يعني هو خدهم كلهم راح وداهم عند بتاع الفراخ يعني عشان ينضفهم. لان انا مش هقدر طبعا ايه، عامله دورة مثلا 20 بطاية، مستحيل ان انا اعرف انضفهم كلهم. ف... فبياخدهم عشان ان هو يريحني، بيتعبني اكتر. وداهم عند بتاع الفراخ ينضفهم، يروح جاي لي البط كله بريشه. يعني هو بيعتبر بيشيل الريش الكبير بس، وبياخد على البطاية 20 جنيه. يعني حلال ولا حرام بقى؟ انا طلعت البطاية، حاولت ان انا قعدت انضف فيها بالملقاط، ضيعت لي اليوم كله. قعدت عايزة اقول لكم اكتر من 3 ساعات ونص، 4 ساعات بنضف في الريش بتاع البطاية بس. فاللي هو اليوم كله راح، اللي انا كنت ناوية ان انا اعمل فيه حاجات في البيت كتير وكده. اليوم كله راح، واتأخرت في الغدا وكانت حالتي بالبلة. فالحمد لله قعدت انضف فيها طول اليوم. طبعا ما صورتش. كان انا كده يعتبر كنت المغرب، وانا من اول ما صحيت كنت قاعده بنضف فيها، ماسكه الملقاط وشغاله تنظيف في البطه.
على ما نضفتها لقيت اليوم خلص. ولسه هعمل محشي، فايه يا جماعة اروح فين؟ لقيتني بقى بجري حوالين نفسي وبجري ورا نفسي وبتخانق مع العيال وكده. الحمد لله يعني كده انا نضفت البطاية، غسلتها غسلة حلوة. بعد كده هغسلها بقى بالملح، ادعكها بالملح كويس و... و... وبعد كده يعني هحطها على النار على طول وابدأ في المحشي. طبعا انا مش هصور طريقة عمل المحشي وطريقة عمل البط والكلام ده، لان لان احنا كلنا عارفينه. بس وانا مش قناة ايه وصفات، يعني انا مش بعمل وصفات، انا بعمل روتينات، يعني بوريكم يومي ماشي ازاي، بشجعكم نشجع بعض. انا برضو بتفرج على روتينات ناس تانية بتشجع منها كده، يعني الدنيا بتمشي. المهم غسلتها وبصوا بقى عملتها، دعكتها كويس قوي بالملح. بعد كده هعلق عليها بقى بمية سخنة. انا في الطبيعي ان انا البط مش يعني مش بسلقه زي الفراخ كده، طبيعي ان انا بشوحه ببصل الاول كتير لحد ما ينزل كل الدسم اللي فيه. بعد كده بصفي الدسم اللي فيه دوت، وبعد كده بروح حاطه عليه الميه بقى السخنه. المره دي انا لقيت البطايه صغنونه قوي، فحسيت ان هي ما فيهاش دسم كتير اللي هو يخلي الشوربه تبقى تقيله قوي يعني. فقلت لا، مش هشوح، انا هسلقها على طول كده. بس كده انا كده خلصت، هعلق عليها بقى وابدا بقى ايه في المحشي. عايزه اقول لكم انا من هنا بدات ان انا يعتبر وانا بعمل في البطايه اصلا عماله بزعق مع العيال، والعيال يزعقوا قصادي وعمالين يضربوا في بعض وياكلوا في بعض. عشان كده ان انا وقفت الفيديو وقعدت بقى عملت المحشي وحشيته وعلقت عليه. كل ده انا ما صورتوش، لاني هصور ايه يا جماعه؟ هصور ايه؟ صور خناق؟ والله العظيم حاجه صعبه. ادعولي بالله عليكم، ادعولي الله يكون في عون كل ام وكل واحده، خصوصا كل ام معاها توأم. والله العظيم بجد ليكي الجنه. آه، انا هنا بدأت ان انا اقطع البصل للمحشي. عايزه اقول لكم انا مبقتش بستخدم الكبه نهائي، مش عارفه ليه، مع ان المفروض ان هي بتسهل عليا وكنت بستخدمها على طول، لو بصلايه واحده بستخدمها. انما دلوقتي مش عارفه ليه استسهل السكينه وتك تك تك على طول، بصل كتير بصل قليل على ايدي على طول. ليه بقى؟ مش عارفه، في حد كده زيي ولا ايه؟ ما بقتش احب الكبه خالص، ما بقتش احب استخدمها، مش عارفه ليه كده. المهم انا هنا عملت البصلة، وعايزة اقول لكم يا دوب عملت بصلة ونص ودخلت بقى اصوت. قعدت اصوت في الأوضة. سويت بلا مبرر وبلا داعي. بس لا والله هو بداعي بصراحة يعني. آه، تعبوني الولاد، والله تعبوني قوي. المهم هوريكم المحشي دلوقتي بعد ما خلص، لاني الحمد لله ما صورتش. فادي المحشي بتاعنا اهو، الحمد لله خلص على خير وكلنا في الوقت الضايع. ده كده الصينية اللي هي اللي لونها أسمر دي، محشي فيه فلفل وشطة حراق يعني ليا أنا وجوزي. والطبق اللي هناك ده للولاد، محشي بارد يعني، أنا عاملة حلتين. وده البط بعد ما حمرته الحمد لله زي الفل، هو مفيهوش أي حاجة. بس كده والحمد لله كده يكون روتين النهاردة خلص. واستناكم إن شاء الله بكرة أو بعده في روتين حلو قوي، تنظيفات العيد بقى وكده. ولو عجبكم الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسونيش وتعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.